يا ساتر يا رب، الفيديو ده بجد بيخلي الجسم يقشعر. ست تونسية كل ما تحاول تفتح القرآن وتقرا آية منه فجأة ملامحها بتتحول وصوتها بيبقى مرعب ومستحيل يكون صوتها أصل، كأن في حد تاني هو اللي بيتكلم. نقرأ جزء من القرآن نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش يصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يصلح حسابه. الفيديو ده انتشر زي النار في الحشيش. ست تونسية ماسكة المصحف وتيجي تقرأ القرآن تلاقي فجأة حنجرتها يقفل وعينيها برقت بشكل يخوف وتبدأ تطلع أصوات غريبة كأن في كيان جواها هو اللي بينطق ورافض يسمع القرآن. الناس طبعا اتقسمت نصين، في ناس لما شافوا الفيديو اترعبوا بجد وقالوا ده اكيد مس والشيطان بتعذب من القرآن وان الحالة اللي هي فيها دي مش طبيعية. لكن على الناحية التانية في هجوم شرس، ناس قالت لا يا عم ده تمثيل مكشوف، دي عايزة تطلع ترند على حساب القرآن وتستغل مشاعر الناس الدينية. بس الغريب ان اول ما تقفل المصحف بترجع طبيعية خالص. هل ده تمثيل لدرجة انها تغير ملامحها ووشها ونبرة صوتها بالشكل ده، ولا في تفسير طبي لموضوع الهلوسة السمعية والنفسية اللي بتخلي الجسم يعمل رد فعل دفاعي؟ السر ده لحد دلوقتي مفيش حد قادر يحسم، بس الفيديو بقى لغز كبير. انتوا بقى من وجهة نظركم تفتكروا ده جن فعلا ولا مجرد حالة نفسية وتمثيل علشان الترند؟ اكتبوا لي في الكومنتات وتشتركوا لايك والفولو. ودي كانت حكاية جديدة من حكاوي الدهر.